هقول لك على 10 آداب نبوية وسنن اتنست من بيوتنا في يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. ويوم العيد ده يوم كبير بيعتق فيه ربنا سبحانه وتعالى من عباده من الرقاب عدد لا يعلمه إلا الله. يوم فرحة في الأرض والسماء، والنبي وصى إنه يبقى يوم فرحة. ويوم العيد الصغير عيد الفطر بيبقى بعد عبادة كبيرة زي صيام رمضان، ويوم العيد الكبير بيبقى بعد عبادات في العشرة الأولى من ذي الحجة وبعد صيام عرفة، أو الحجاج بيكونوا عند ربنا في بيت ربنا. فهي أيام السماء متزينة والأرض متزينة. فعد معايا ال10 آداب والسنن المنسية دي. أول أدب من الآداب والسنة هو إنك تطلع زكاة فطرك قبل صلاة العيد، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. فما تنساش، ما تنساش عشان ما تخشش في النقاش اللي بين العلماء اللي أغلبه بيقول لو طلعت بعد الصلاة تبقى صدقة، إلا بعض المذاهب. لكن خلينا في الجمهور اللي بيقول تطلع في رمضان لغاية وقت صلاة العيد. السنة التانية والأدب التاني الاغتسال. أي تجمع بيحصل تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالاغتسال في يوم الفطر وفي يوم النحر وفي يوم عرفة. النحر هو عيد الكبير، عيد الأضحى اللي فيه ذبح الأضحية. فكان النبي يوصي بذلك صلى الله عليه وسلم، فاغتسل قبل ما تروح صلاة العيد. ثالث أدب وسنة إنك أنت تتجمل بالثياب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي لأحدكم أن يكون له ثوب غير ثوب المهنة لعيديه ولجمعته. ثوب المهنة لبس الشغل، كأنه بيقول لا، خلي عندك لبس مستوى تاني غير اللبس العادي تبقى تروح تصلي بيه صلاة العيد وتقابل بيه الناس في بيت ربنا سبحانه وتعالى لصلاة العيد وصلاة الجمعة. التجمل في الثياب. رابع حاجة، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر بيفطر قبل ما يروح على 3 تمرات أو 5 أو 7 تمرات، وكان يوصي بذلك صلى الله عليه وسلم إن احنا نفطر قبل ما نروح صلاة العيد بعد 30 يوم صيام اللي في رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى يستنى ويقوم فطران بعد الصلاة عشان يفطر على جزء من أضحيته صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الخامس والسنة المنسية في يوم العيد كثرة الصدقة. يعني أنت لو بتتصدق ب1 ب5 ب10 في العيد ضاعف ده عشان كل الناس ما يبقاش عندها احتياج. فرغ الشخص المسكين والفقير من انه يفكر في رزقه واكله عشان ينبسط زي ما الغني اللي عنده وفرة وعنده رغد للعيش مبسوط. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا. كان يأكد عليها 3 مرات عشان الكل يبقى مبسوط. الأدب اللي بعد كده هو إنك لما تروح المسجد تصلي صلاة العيد ارجع من طريق تاني، وكان النبي يفعل ذلك إذا مشى من طريق غيره ورجع من طريق آخر في صلاة العيد. ودي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها عشان الناس كلها تقابل بعض وتسلم على بعض في اليوم الجميل ده. الأدب اللي بعد كده والسنة اللي بعد كده صيغة التهنئة. ابقى هنأ بالتهنئة اللي انت عايزها، كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك، بس افتكر تهنئة النبي أنه كان يقابل الناس فيقول تقبل الله منا ومنكم. يبقى أقولها كمان قبل ما تقول التهنئات الجميلة بتاعتنا، بحيث تبقى أصبت السنة وكمان قلت العادة بتاعت الناس. وكمان من الآداب النبوية والسنن استحباب خروج الرجال والنساء والأطفال ليشهدوا فرحة المسلمين. وسيدنا النبي وصى بكده، حتى أنه أوصى بخروج المرأة الحائض فتبقى في الساحات موجودة ووقت الصلاة بس تعتزل الصلاة ويصلي الناس حتى يشهد الجميع فرحة الناس وفرحة المسلمين، ويسمعوا خطبة العيد ويشهدوا الصلاة ويشهدوا التجمع اللي فيه عزة، ويشهدوا التكبيرات الجميلة اللي بتجذب قلب الإنسان لربنا ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالكل يخرج لصلاة العيد. أيضا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه التوسعة على الأهل، إن الأيام دي أيام فرحة مختلفة، فربنا بيوسع على اللي بيوسع على أهله في اليوم ده. وخد بالك